في حد هنا سايب لي سؤال ان حقنة العضل مش بتترك اثر واضح على طرف السرنجة، ممكن تنقل للاتش اي في. اولا الاتش اي في يا جماعة اللي هو الايدز، وربنا يعافينا كلنا. اولا الايدز من رحمة ربنا بينا ان هو الدم بتاعه مش بيقعد على الاسطح اكتر من دقيقة والفيروس بيموت على طول. فانت ما تقلقش لو جه على ايدك دم ولا حاجه. لو جه على ايدك دم من اي مريض فيه اي فيروس ايا كان، وايدك سليمه ظاهريا ما فيهاش اي خدوش ما فيهاش اي جروح، يعني دمك مش هيختلط بدمه، فانت الحمد لله ان شاء الله مش هيجيلك حاجه. اما لو انت مجروح او اتشكيت بالسن ذات نفسه، فانت لازم بقى تاخد الاجراء والتطعيمات وتروح تحلل الفيروسات والكلام ده كله. لكن لو انت ايدك سليمه ظاهريا وجه على ايدك ان شاء الله حتى كلها دم، هو مش هيجرى لها اي حاجه. انت تروح تغسل ايدك بالميه والصابون وتمام. لو ايدك كلها كويسه، ما فيهاش اي خدوش، ما فيهاش اي جروح، ما فيهاش اصلا هي نازفه فيها دم، او اتشكيت بقى هنا الخطر. او لو جه على ايدك دم وانت اصلا متعور، فربنا يعافينا كلنا ومحدش يجرى له اي حاجه. لو استفدت من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو اول مره تشوفني على التيك توك تسال زي اللي جنب الفيديو خلي قلبي لونه احمر، وكمان اعاده نشر.